عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ازاي الولاد؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب في احسن صحة واسعد حال. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة رز باللحمة الجمل يا جماعة، اللي انا كنت مفرزاها في الديب فريزر. ايه بقى، ايه نطلعها ونعملها. بقالنا كتير ما كلناش ايه كفتة الرز باللحمة الجملي. انا بحب اعملها باللحمة الجملي. في ناس بتعملها باللحمة البلدي العادية، وفي بيعملها بالجملي زي كده. وعلى فكرة هي باللحمة الجملي سبحان الله ليها طعم تاني خالص، طعم مختلف تماما. اللي ما جربهاش باللحمة الجملي يا جماعة يجربها، هتعجبكم قوي 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 حقيقة يعني. وانا بحط لها التوابل ايه بتاعتي انا، خلي الراجل يفرمها لي، بس انا بحط التوابل بتاعتي بقى عبارة عن بصل، كل الحاجات اللي بحطها فيها يعني بصل وثوم وكزبرة ناشفة وكمون من ايديا زيت. ايوه يبقى لها مدة في الديب فريزر. ايوه الزيت كده عشان خاطر ايه، وبحط لها بقى ايه بصل وثوم في قلب تتفرم يعني بالبصل والثوم وكمون وكزبرة ناشفة وفلفل اسود وملح. طبعا الملح ده اساسي عشان خاطر ما تفكش منك. لازم الكفته من رز يا جماعه تحط لها ملح، والملح بتاعها يبقى متظبط عشان خاطر ما تفكش. وبحط لها قرفه. الله بقى على القرفه وجمالها وبهارات اللي انا بعملها على ايدي. حط عليها بس شويه قرفه كده وجربي، هتلاقي طعمها وريحتها روعه روعه روعه. خلاص كده نصبع مع بعض كده كام صباع. وانا بعملها بقى بالثوم، بدق الثوم مع كزبره وبحمرهم في سمنه، وبنزل عليهم بعد ما التومه تتحمر بنزل عليها بالطماطم. ما بعملهاش بصل في قلب الطماطم، لا بعملها بتوم بس يا جماعه. بعمل توم احمرها في سمنه، وبعد كده بروح ايه نازله بالطماطم. الطماطم بتاعتي تتسبك، اضيف لها بقى الميه بتاعتها، وبعد كده نكون حمرنا الكفته وانزل بيها بعد الميه ما تغلي بقى، بعد الصلصه ما تتسبك اللي هي بالثوم. اصبعها وارجع لكم. كده خلاص يا جماعه صبعت الكفته بتاعتي، هخش اقليها بقى. والطماطم كمان بتاعتي هي اتعصرت وصفيتها وانا بقلي بقى الكفته. هروح نازله بمعلقه سمنه كده وانزل عليها بالثوم احمره، وبعدين انزل عليها بالطماطم عشان تتسبك، عشان لما الكفته تتحمر هعملها بقى في قلب الطماطم دي. بعد ما تتسبك بضيف لها ميه وبنزل بقى بالكفته. وانا هعمل كمان مكعبات بطاطس مع الكفته مع بعض كده، بتبقى حلوه، بيشربوا من بعض ومن التومه بيبقى طعمها حلو جدا بالبطاطس. كده نزلت بالسمنه بتاعتي، انزل بالثوم. الثوم ده عليه ملح وعليه كزبره ناشفه. نعمل الصلصه بتاعت الكفته. انا ما بعملهاش ببصل، في ناس بتعملها ببصل. جربيها كده، جربوها اعملوها كده بالثوم بس، هتلاقوها حلوه قوي، هتلاقوها طعمها حلو قوي. هحمر الثومه وارجع لك. كده خلاص الثومه بتاعتي اتحمرت اهي، اصفرت اهي. هنزل بقى بالطماطم بتاعتي معصوره ومتصفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. في الوقت اللي بنزل فيه بأي حاجة على توم يا جماعة لازم توطوا النار، عشان ايه؟ تعرفين النار بتوهوج لما بيبقى النار عالية كده وحاجة متحمرة في التوم والزيت أو سمنة، فهمتوني؟ لازم توطوا النار قبل ما تنزلوا بالحاجة السايلة. بس كده هسيبها تتسبك تسبيكة حلوة قوي، عشان لازم الصلصة دي تتسبك حلوة قوي قوي. كده خلاص الصلصة بتاعتي استسبكت حلوة قوي قوي. هنزل عليها بمية مغلية. هنزل بقى بكمون
ربع معلقه كده كمون، مش كتير عشان ما تمررش. هنزل بشويه فلفل اسود. هي الكفته متبله فيها كل حاجه، بس لازم برضو ايه احط لها كده ايه الحاجه بتاعتها. وهنزل بقى بايه بشويه قرفه، مش كتير، حاجه بسيطه بس. هنزل بقى كده ايه بالكفته بتاعتي. خلاص المفروض انها هتغلي. انا مش هحط ملح لما اشوف حدقها الا بعد ما انزل بالكفته، عشان طبعا الكفته بيبقى فيها ملح، وكمان التوم اللي انا نزلت بيه كان فيه برضو ملح. ننزل بقى بالراحه كده خالص. ايوه، ننزل بالهداوه كده بالكفته. الحاجات الغامقه دي عشان دي حله ستانلس، فيها برضو ايه بتلسع لسعه خفيفه كده في الجناب، ده مكان اللسعه يعني. خلاص اللي عنده حله ستانلس هيبقى فاهم اللي انا بقوله. هي بتلسع اي حاجه، عايزه حذر جامد جدا. هنزل بقى كمان دي البطاطس اهي. هنزل بالبطاطس كمان، بتبقى حلوه قوي قوي مع الكفته يا جماعه. ام رز كده اللي هي بالثوم. ايوه، بتبقى روعه. ولازم تزودي الميه بتاعتها شويه زي ما انت شايفه، عشان البطاطس بتنزل النشا، عشان خاطر الكفته ما تعجنش ولا البطاطس تعجن. خلاص هسيبها تغلي غلوتين، وبعدين هشوف الملح بتاعها. لو الملح مظبوط مش هحط ملح، لو محتاج هحط ملح. هنزل بقى بايه بمعلقه صغيره سكر. اهي دي معلقه صغيره سكر يا جماعه، عشان الحموضه بتاعت الطماطم وبتاعت كمان التوم. التوم مع الطماطم كده بيعمل حمو جامد، فلازم تنزلي بمعلقه صغيره سكر. خلاص واخليها تغلي غلوتين. ولما تغلي غلوتين عشان تكون الكفته نزلت الملح اللي فيها برضو، هيبان بقى حدقها. لقيتها دلع هتحط شويه ملح تاني، لقيتها مظبوطه يبقى كده خلاص، عشان احط ملح في التوم كمان. انا عندي رز ابيض، هقدمها مع رز ابيض. كده خلاص اكلنا خلص. كفته الرز باللحمه الجملي، ومعاها بقى البطاطس جميله رائعه. اعملوا حطوا فيها بطاطس كده بتبقى حلوه. واللي ما جربش اللحمه الجمل يا جماعه في الكفته جربوه، هتعجبكم حلوه قوي قوي. بتدي طعم تاني خالص الحقيقه يعني، طعمها غير اللحمه العاديه البلدي العاديه. جربوها وهتدعوش، مش هتبطلوا بقى تاكلوها بعد كده. ده حقيقي يعني. خلاص حاولوا تجربوا كده مش هتندموا. الصوص كده بتاع الايه جميلة جميلة جميلة. اتفقنا. اتفقنا ايه تجربوا. ماشي، حلوة رائعة صحيح يعني. بس يلا اعملوا لي بقى الاكل بالطريقة الحلوة دي، هيعجبكم جدا جدا، ده حقيقي. بألف هنا وشفا عليكم كده اللي هتعملوا بالطريقة الحلوة دي. وجربوا اللحمة الجمل يا جماعة في كفتة الرز، هي فعلا رائعة بجد. خلاص جربيها هتعجبك قوي قوي الحقيقة، تغيري رأيك. يلا حبيبة قلبي انت وهي اعملوا بقى الأكلة الحلوة الجميلة دي، تفتح النفس الحقيقة. وبألف هنا وشفا عليكم اللي هتعملوا كده وهتاكلوا، وبألف هنا وشفا علينا. يلا اعملي لي بقى الاشتراك والشير واللايك والكومنتات الحلوة، وفعلي لي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وانا كان عندي رز ابيض هناكله معاها. ممكن يتعمل جنبها رز بشعرية برضه هيبقى حلو قوي، هيليق معاها. احنا قلنا كل اكلة بيليق معاها ايه حاجات معينة، فدي يمشي معاها الرز الابيض ويمشي معاها الرز بشعرية. خلاص يلا حبيبة قلبي الاشتراك الاشتراك الاشتراك. بص الجمال كله، حاجة بسم الله ما شاء الله، وريحتها حلوة قوي قوي. اللحمة الجملي حلوة قوي في كفتة الرز يا جماعة قوي، تدي طعم وريحة ومذاق تاني حقيقي.
خلاص يلا اعملي وجربي وقولي لي لما اللي تعمل كده وتجرب تقول لي ايه رأيها. خلاص، حتى جربي في حاجة بسيطة وشوفي ايه رأيك، هيعجبك. يلا حبيبتي اشتركي في القناة والشير واللايك والكومنتات الحلوة. اشوف وشكوا على خير في وصفة جديدة في حاجة حلوة جديدة. الاشتراك والشير يا جماعة على قد ما تقدروا. اشوفكم على خير، مع الف سلامة.